السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوبة، فيديو جديد هنعمل مع بعض الجبنة القريش الفلاحي. جميلة جدا وبطريقة حلوة هتعجبكم. اهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. بصوا حبايبي معايا ايه. هنا معايا اللبن الرايب بتاعي، الجبنة المش تحت فصل، والجبنة والوش القشطة اللف بتاعت السمنة البلدي. تمام كده هنشيلها. انا جيت اشيلها بالمعلقة ما نفعتش، لازم تشيلها كده بايدك. تلفيها زي المنديل وكده. دي القشطة فصلت عن اللبن الرايب. تعالى اقول لكم بقى اللبن الرايب ده انا عملته ازاي. انا جبت العلب بتاعتي ديت، حطيت فيها في كل جردل 3 كيلو لبن. وحطيتهم من غير تسخين، من غير زبادي، من غير اي حاجة خالص. جبته من عند اللبان، حطيته في قلب الجرادل ديت. وحطيته وغطيتهم وحطيتهم 3 ايام في مكان دافي، وحطيتهم عليهم بطانية او حاجة تدفيه. 3 ايام اللبن راب زي ما انت شفتوا كده. في الاول فصل المشي تحت، بعدين الجبنة، وبعدين الوش اللي انتوا شايفيني انا بشيله ده بتاع السمنة البلدي اللي احنا بنعمله سمنة بقى بلدي ونسيحه وكده ويبقى جميل. خلاص من غير اي حاجة يا جماعة. اللبن تجيبيه من عند اللبان، نحطه في الجرادل ونغطيه بحاجة تقيلة يدفى 3 ايام. وبعد كده احطه في التلاجة ساعتين 3، تلاقي القشطة فصلت والجبنة فصلت والمش فصل زي ما انتوا شايفين كده. سبحان الله يعني. جيت هنا بقى معايا ايه الحصيرة بتاعتي الجميلة ديت، عامله لها رباط بقى عشان اعلقها علشان تنزل المش بتاعها. زي ما انتوا شايفين كده. اللي ما عندوش دي يا جماعة يعمل في سبت، يعمل في اي حاجة، مش شرط الحصيرة بس هي عندي هعمل فيها. جبت بقى ايه قماشة شاشة كبيرة كده زي ما انتوا شايفين. بحطها ليه؟ علشان الخرام بتاعت الحصيرة ما توقعش اللبن بتاعي وانا بحطه. دي اضمن يعني اللي انا ما يقعش مني الا المشي بس. هنحط بقى اللبن زي ما انتوا شايفين كده. فصل المش لوحده، الجبنة الواحدة، والقشطة الواحدة. القشطة دي بقى تاكليها بقى ولا أجدعها قشطة في الشارع. القشطة دي تحفة جدا، تغمسيها كده هادية وجميلة. بس احنا طبعا هنعمل بها سمنة بلدي مش هناكلها، اللي عايز ياكل بقى براحته. كده خلاص. الحصيرة دي خدت مني 10 كيلو لبن. عايزين طبعا تقللوا الكمية براحتكم، تعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها. آه الكمية اللي انتوا عايزينها اعملوها. انا بوريكم الكمية اللي انا عاملاها. انا عاملاها لواحدة حبيبتي طلبها مني، ما بتعرفش تعملها وقالت لي اعملها لي يا ام احمد. يعني ما قلت لها خلاص ماشي من عينيا حاضر اعملها لك. زي ما انتوا شايفينها كده. طريقتها سهلة جدا، ما بتاخدش وقت معانا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجة اللبن تسيبيه قروب خالص 3 ايام وتشوفيه وتكشفي عليه وتشوفيه. وحطيه في التلاجة. اهم حاجة بعد ما يروب يفصل معاك القشطة واللبن والمش بتاعه. الشرش ده طبعا انت عايزة تاخديه تجنبه معجنات، تحطيه في مش تاني. اللي هو الجبنة الجبنة القديمة. براحتك. بس انا طبعا مش محتاجاه يعني خلاص. هنا بقى بفضل اضم الحصيرة يمين وشمال لغاية ما اضم معايا الجبنة عشان تيجي بطول الحصيرة. واهم حاجة بقى ايه تعلقوها في كده في مكان ما يجيش على فيه مية. زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده. هعلقها علشان المش بتاعها ينزل بقى وتنشف معانا وتبقى كويسة. وكل شوية ايه تشوفيها كده تقلبيها يمين وشمال ويمين وشمال عشان تيجي معاكي ملفوفة زي الجبنة القريش اللي انت بتشتريها بالظبط. انا سبتها ليلة كاملة، يعني انا سبتها من بالليل، عاملاها بالليل لتاني يوم بالليل. عايزاه اطرى من كده براحتك برضه، هتلاقيها لفت معاكي ومسكت معاكي تشوفيها وتقطعيها. خلاص انا هسيبها بقى المش ده مش عايزاه. هنا خلاص بعد ما قعدت ليلة كاملة علشان الحصيرة كبيرة. شوفوا الجبنة بقى مش بسم الله ما شاء الله يعني. بتتكلم عن نفسها. انتوا شايفين ان الجبنة متماسكة وجميلة. هقطعها بقى ونعبيها في الاطباق بتاعتها عشان نوديها لصاحبة نصيبها. كده خلاص. عبيتها وكيستها طبعا علشان تبقى راحة نظيفة وحلوة جميلة جدا.
وهادية. انت لو عملتها في بيتك احلى من اي جبنة انت بتشتريها، وحاجة ضمناها، ضامنة نظافتها، ضامنة جودتها. وبألف هنا والشفا اللي هيعملها. واشوف وشكوا على خير، والسلام عليكم.